كلنا ننتسب الهدوء وعدم التدخين في الصلاه وقت العرض. تتشرف كليه السياحه والفنادق جامعه المنصوره بتقديم العرض المسرحي ابليس. العرض المسرحي ابليس تاليف محمود كمال، كيروغراف باسم الارنوط، اضاءه عمرو عاطف، اخراج محمد حسن.
الرغبة. تعرف بالقوم يا رب مفضلة لأنا دائما ينوى مطلق لهذا، أما أنا فاكر ونوبها حتى أنني عندما أسير لا أستطيع أن هذه الكلمات وأخشى أن تقتل تتمنى سخير هذه الكلمات التي نقولها للعقول. ولماذا قتلت هذا المخلوق؟ هذه مفردة جديدة بالنسبة لي. أي مفردة؟ هذه الكلمات التي قلتها ماذا تعني؟ تقصد كلمة مخلوق؟ ألا تعرف أننا جميعا مخلوقات؟ أنا سأقول لك فيما بعد. أنت مخلوق. أجل، وأنت أيضا. ماذا قتلت؟ هذا هو الذي دعاني أن أفعل هذا. كان ضخما لدرجة لا يتصورها أحد، ورأيت في عينيه أنه يريد الخير بي. تعرف العشرات تسكن في شمال النهر الكبير، وهذه المنطقة من الأرض يمتلئ فيها القتل، ولكي تعيش يجب أن تقتل، يجب أن يكون أسعدك قوي وأسنانك مسنونة وذراعيك تستطيع أن تخرج هذه من الأرض. اسمعوا يا شباب. أجل تعرف كما ترى كائن ضعيف يأتي قال لي بأي في مرة، قال لي أنا مخلوق جميل، ولكن أبي وأمي وأخوتي يقولون على العكس تماما، إني أفرح مرات عينهم درجة أن أبي كان يود القتل في مرة. وكان يقول لي أنا أخشى أن أقدر أضيع هيبتي في العشيرة. هو زعيمهم. لم يقل لي كيف قتلت ذلك. حبيبي لسه تعود العين. أنا وستلحق الآن. أشعر أن يميل إليك. بكرة ترحل الآن. سمعت القوم قد تقتلونني. لا تخشى شيئا، إن قومه هناك. أشعر بالندم لأن أنا فعلت. لماذا؟ لأني أحب الحياة. تعلم رغم كل ما كان مشوار لأنني كمفروض أنا أنتظر. لا تأكلوها، سوف أتذكرها. أنا آسف. كلها مرة واحدة ولا أنساها بعد الآن؟ أحب الحياة. أجل أنا تحب الحياة. كلا أنت تقول أنت تحب الحياة وأنا أقول أنا أحب الحياة، أليس كذلك؟ أنا أحب الحياة وأحب قائدها. تعلم ما هو الحب؟ فقط فهمت وأفهم أنه شيء جيد، أليس كذلك؟ أجل، كنت تقول أنك نادم على قتل هذا الرجل. أجل لأني أحب الحياة، أليس هذا مقولات؟ نعم، ولكنني معذرة لا أفهم الرسول. أصلا أنني سرقت من شيء عظيم أخذت منها حياتي. أنا نادم بشد ندم ولا أتي ما لا يجب علي أن أفهم. لا أستطيع، لكن البكاء سوف أجعله يعود مرة تالية. إذا كان البكاء قادرا على فعل ذلك لفعلته بأي وسيلة. كلا لن يعود ثانية. أنا أصدقك. أشعر أنك حكيم تملك من الحكمة والمعرفة أشياء كثيرة. من أنت؟ والدعم انتظر حتى أحكي لك كيف قتلته. وقت الليل كنت أتمنى أن أعرف، لكن الوقت لم تستغرق وقتا طويلا في الحكي. آسف. ترى أنظر هل سرقت الثانية؟ أعتقد ذلك. قريبا. لا، ألن تقول لي من أنت؟ سأقول لك في المرة القادمة، ولكن أتمنى أن تعرف صحتي لك أن تتأمل الأشياء. ألا تنسى هذا اللقاء الذي بيننا. ظل نادما على قتل هذا المخلوق الذي يمشي على الأرض. لكنك سألت منه الحياة
فقط أحببت. كنت سأحكي لك كيف قتلت ذلك الكائن الذي يمشي على هذا النهر. ويسير الدم أنهارا فيه. أنت تقولها أنت على واقعية الأمر، أما أنا فقد قتلت الضعف، فما بالك كيف تكون الأنهار عندي؟ لا أنهارا والبحارا أيها الكافر. بينما نحن نحارب الأعداء، كل منا بين الحياة والموت. وضع إبليس وحده مختبئا في خيمته. أريد أن أعرف كيف تكون هذا إبليس في يوم حكمت عليك. أنا لا أعتقد أنه هو ريح الحب. ومن يكون يا اسم؟ الذي أعرفه أن أباه الحاكم حاول قبل ذلك قبل وكان على وشك ذلك فعلا، ولكن جده منعه من ذلك. كذلك أيضا كان له رب الجبال يخشى الحروب والقتال، فقد أعطته حب. كان دائما يقول أن الحياة شيء عظيم لا يتخيل. كيف أنجب حاكمنا العظيم هذا المشوه القوي؟ عندما ينظر الواحد منا إلى وجه الحاكم ورب مالا وعظمة يشوعان في وجهه، وما ينظر بعد ذلك إلى وجه إبليس هذا، أشعر أن العزة تريد أن تخرج كل ما فيها. والقادرون صمتا. والتي نعيش اليوم لابد أن نسعد جميعا. أريد أن اخترنا النساء على فضل أزواجهن ما تردن من الرجال وتأمروه بأن يكون زوجنا، وإذا رفض أحدهم أخبروني ولا سوف يكون في عندي أموات تعوض كل امرأة منكم من فقدت. اليوم عيد لشهواتنا جميعا. كلوا واشربوا ومارسوا الحب كما تريدون. لكنني لست متفائل. أما أنا على العكس تماما، لا أستطيع أن أتشعر عفوا يا الحاج، إن شاء الله تقبل كلمات. ولكن حاول أن تسيب وادخلوا وادخلوا لسه لو بيت والمعفية سعادة الشيء الذي يخشى منه هو مصدر المعلومة التي نتحرك على أساسها. استوعبك يا الحاج. لا بك يا سيدي، لا يمكن لنا الحب الكامل، لا يؤمن بمعتقداتنا ولا بما نؤمن به، واخشى ان تكون كلماته هذه فتينا لنا. اظن يا سيدي قد تكون في كلمات تطورات، ولكن اريد ان اقولها بلبكه. حدث عني. اسف ولكن لا عليك. أبي الله ولا يؤمن بما يؤمن به أعلى سائر راعى الحياة هو ليس محدث ليس معدي، ونحن لو نخسر شيئا سأخسر كلامه الله عز وجل. حاجة إلى كان ما قاله أمس لنا كون الإنسانية
جديدة لماذا تريد وفاة الأرض؟ كي تخلق حياة جديدة. الآن الأرض ممتلئة بالحياة والنار لن تفعل إلا أن تميت هذه الحياة. النار سوف تخلق مخلوقات جديدة هؤلاء يحاربون معنا. النار سوف تخلق ناسا يعيشون فعلا على الأرض. النار سوف تميتنا. لأنك هو الذي أشار علينا من ذلك، وأنت يا إبليس تتخذ من جدك هذا مثلا أعلى ومثالا نحتذى به، ولكن كاتب لم يكن لكم محيط الأرض. فتقرأ أن ما كنت مخلوقات. أعرف من قتله يبدو جيدا. إبليس اذهب الآن أخذني بخيمتك. فالنار لن تلتئم مساكننا. لا تخشى شيئا. سوف تسلبون الحياة من الناس ومن الكائنات ومن الأشجار. إبليس اذهب الآن. وإلا قصفت بك أنت النار. كي يأتي من ثمرتك أبناء الأقوياء. لا شخصيات من الشمس لا يعود أن تضعي.
عشان أحبك وتصبح صديقي. وماذا يمنع؟ المعنى لنا ولا بد أن نفترق حتى مع الأكل الحياة وياه. تتركني صديقان. جدك واحد منهم والثاني ثالثا يشبهني. كان له نفسه في السماء ويثبت تماما حكيت وعدت. من أنت؟ أنا هو صديقك القديم. أنت هو؟ لا أنت تكذب. أنا أكذب يا إبليس. أين دليلك؟ دليلي كلماتك يا قاتل. يا من تحب ولا تعرف ما معنى الحب. يا من لا تعرف أن الشجرة شجرة، أن الجمال يسكن على الأرض يرسم به ملامح وجهك. دليلي أنك ثائب، دليلي أنك تعرفني، أنا واثق من ذلك. أنت هو يتلبك في علاجه ويختفي. قل كلماتك تحكيني، أحتاج أن أسمع كلماتك. ماذا تريدني أن أقول؟ قل لك أن ترحل. بل سأقول لك أننا لم نفعل. إذا هيا بنا نذهب من هذا المكان، هيا بنا نكون الأرض بلد. أريد أن أرى العالم من جديد، أريد أن أرى العالم جميلا. فقلت ساكنا في ذاكرتي وبين لا بدار أمام عيني. إنها لابد أن ترى وتتأمل. ما رأيت شيئا. بل رأيت الكثير. ما رأيت سوى ناسا تقتل ناسا، ما رأيت سوى نار تأكل الخضار، ما رأيت سوى القبح والسواد يبلغ في سطح الأرض. لكن وأنت تعود منذ الزمن الباهي. وموعد يا إبليس ليس لي قرار. موعد. أين أنت؟ كنت أتمنى أن تعرف أحد، والآن هيا بنا سنذهب إلى مدينتي، مدينة الجبال. سنصعد فوق هذا الجبل. هيا. ألا تريد أن تودع المكان؟ لا. كنت فقط أريد أن أودع أشخاصا، ولكن أريد أن أبقى هنا أكثر من ذلك. هيا بنا. لماذا فقط؟ فرحات من مدينتي. أهلا بك يا إبليس. مرحبا بك يا إبليس. أنت هو تماما كما عرفنا وقررنا عنك. هل انتهيتم؟ كرنيدس فاتك الكثير، كنا نغني منذ لحظة واحدة. للأسف أنني حقا
إبليس أليس كذلك؟ أنا سعيد بالقدر. أنا إبليس أحد سكان المدينة اليوم. أتمنى أن أصبح أصدقاء. أنا أيضا دونير صديقي، أنا سعيد بعضك. وأنا أيضا أريد أن أتحدث معك. عرفت أنك لم تكن جلست. أجل كان هذا من أجل إبليس ألح علي بالصوت. هيا معك. لا. إلى هناك. اذهب معه يا إبليس. هيا إبليس. لماذا تدعك؟ دنياك تعالى معي. كنت أتمنى لكني لا أستطيع. تعال. أول ما يجب أن تتعلمه هنا هو أن تطيع ولا تناقش. تأكد أنه لا يوجد بينهم السلام والحب. والآن تعال سنسلك هذا الطريق. سوف تتعلم ما تقول. تعال. هيا. في وجهه حيرة وعلى يده شقاء رهيب وعينيه مليئة بالحزن. كان يبكي كل بكاء الأرض. سيعوض كل هذا. سوف يستبدل بكاءه ضحكا وحزنه فرحا. سوف يبكي ولكنه سوف يبكي ولكنه سيبكي بكاء أعظم وأسود. دنيا أرى دموعا في عينيك. لم أرك هكذا من قبل. لم يرني أحد من قبل وأنا أبكي. دائما أبكي. تستطيع أن تقول أنه ليس بكاء، ولكن شعور زائد بشيء ما أو إحساس فوق المعتاد أخرج دموع. وربما كان للقاء العين لكي نرى نحن لا نبكي أليس كذلك؟ نحن دائما سعداء. ماذا بك أبيك؟ أنا لم أراك تبكي من قبل. أحببت إبليس. وهل هذا يبكيك؟ معك حق. هذا لا يبكي أحدا. ربما تكون خيرا. نحن لا نقال من حق. معك حق. هي ليست خيرا. كيف؟ ربما يكون تمني أو شيء من هذا القبيل. تمني؟ ماذا فعلت؟ قد أكون على خطأ عندما أقول هذا، ولكن سامحني. أتمنى أن أكون منير، أنت من أهل المدينة الجمال، كيف تتمنى أن تكون مثله؟ أريد أن أبكي. عينيك مليئة بالدموع. أحسن. السعادة وفقك. أتألم. لماذا تريد الشقاء؟ بل أطلب سعادة أنتزعها أنا بيدي. أريد أن أعيش. نحن أموات. أنت لن تفهم. أريد أن أتخبط بالجبال، أن تأخذني الأنهار والبحار إلى أعماقها. أحاول أن أعيش، أبحث عن طريق للنجاة، أتعلق في غصن الشجرة. أتمنى أن تطردني الوحوش، أهرب وأختفي فوق الشجرة، أحتمي بالنار، أبحث عن طعام، أزرع الأرض لكي آكل، وأحفر الآبار، أفجر ماء لكي أشرب. أريد الشر والخير، الظلم والعدل، الأمن والحرب. نحن نعيش في سلام وعدل. أريد أن أحب. نحن خلقنا كي نحب. أجل خلقنا لكي نحب. حقيقي جدا. أتحدث معك. عملت. أنا أحدثك عن مجيء. هذا يقول لي. أنا أقول لا شيء. لماذا؟ هل هذا أنت تبكي؟ أين؟ في أول. يسلك الطريق كله سيرا، أليس كذلك؟ سوف يتعلم. أعطى. لا أعتقد ذلك. أنا متأكد تماما. أتعلم. أنا أفضل واحد هنا على أرض المال. ولو في والدي تعلمت أشياء كثيرة. إني تعلمتها على الخبرات. كل يوم تعلم شيء. حتى لو أنا ما زلت أتعلم. ورغم أنني أخشى أن أتعلم الآن أشياء أكثر مما تعلمت، إلا أنني سأدرس.
رائع. أنهار، بحار تتلون بلون السماء، بيضاء وزرقاء. يسير البحر من هنا ويسير النهر من هناك، فيتقابلا في نقطة واحدة بخط واحد فلا يختلط، فتجد هذا عذب وهذا ماء. ألم تعلم في الليل رأيت العالم أسود، نظرت إلى السماء فوجدت النقاط التامة تزين السواد. النجوم، أجل النجوم. ولكن وأنت تراها من الأرض شيء آخر. الأمطار تمشي والسماء تهدي، غضب الأنهار وأبواب البحار، والأرض وهي تهتز، والجبال عندما تخرج نارا. عجيب. أريد أن نمسك السماء، أريد أن يرى عالما أفضل العالم، مسالم جدا، مسالم جدا، صديق جميل. أتمنى أن تصبح أصدقاء. أنا أيضا أجد أريد أن أقول لك شيء. ماذا؟ لا تدع أصدقائك إبليس يزيد بالأخذ أكثر من ذلك. لا تشهد هو فقط إنسان له طبيعات وربنا وعقل وفكر، وإذا هو بنفسه رفض أبناء جنسه واختار أن يكون معنا هنا حتى إلى أين أسلوب كثيرا يختلف كثيرا. لا أفهم يا إبليس، معنى أسلوب قد يرفض أبناء جنسه، يرفض أسلوبه، لكنه في نهاية الأمر يفكر بنفس الأسلوب الذي يفكرون به. لا أفهم. قد يختلف أبناء الجنس الواحد فيه يفكرون. أنا أفكر في هذا وأنت تفكر في ذاك، أنا أحب هذا لكن في نهاية الأمر أسلوب التفكير هذا. أنا لا أعتقد بذلك، لأنني وقت أنه سوف يفكر كما نفكر. هل تريد أن تقول أنه سوف يتخلص من شهوته، من حبه لقومه، من حبه لقومه؟ علم أنه رفض حياته على الأرض، رفض الموت واجتمع النار. لا نظر الإسلام لا تفكيره وهذا يا صديقي ما جعله يستحق الصعود إلى هنا وبعد أن صعد إلى هنا. إلى أين سيأخذ التفكير؟ تركني هنا في هذا الطريق وقال لي أكل الطريق. ما هو الطريق المشارك؟ هو طريق السعادة. أصدقني. أسمع. وماذا تعني؟ دي بلغة المدينة يعني أم. الجميع هنا يعتبرني أم. خذ هذه المعنى. لا أحب هذا النوم. لماذا؟ ذكرني بما أريد أن أنساه. الموت والدم. الأحمر يعني بالنسبة إليك الموت والدم، ولكن هنا يعني الحب. انظر إلى هذه الوردة الحمراء، ما رأيك فيها؟ جميلة. وما رأيك في التفاح؟ جميلة. ما رأيك؟ لذيذ. أرأيت؟ الأحمر لذيذ. كيف كان لون الأزرق؟ الأزرق السماء. انظر حولك، هذه هي السماء. انظر كيف هي جميلة. أجل. جميلة جدا. كل شيء هنا جميل يا إبليس. رينا؟ رينا؟ تريد؟ أنت ليه يا حبيبتي؟ لا،
الماء. الجميل والفضيل الضبر والذهبي تاج الألوان. وهذه نسبة الطائر يحفظ عند الفجر ويعود رجع أطفاله في جميع يلتحم المكانات وهذا في أشواق العلامة وهذه الدروب كي تنقذ أطفاله وهذا يحميه صرف جميلة خضراء وهذا يحميه صوت وهذا يحميه جسده وهذا تحميه أسنانه وهذا يدعم فلا ترى هذا يسكن في الشجر. هذا التوفير وكبير وهذا ضعيف وشجاع وهذا لا يخشى شيء. ولكن هل تسمع يا إبليس الطائر بدأ فوق. حاول أن تعرف وحدك. اسمع جيدا. تعرف. يا من تجلس خلف السماء خلف النور. ملك لك والحكم لك. يحدد من يقصد من عذبا جميلا وانت التفاحه ولا تتسجد اسف وانت التفاحه والاخضر ولا تتسجد الاصفر شمس ولكن لا تدرك معناه. ما معنى الحب؟ ولا تسمعه ولكن لا تدرك معناه. لا يفكر في الألم. لا يفكر في الألم. لا يفكر في الآن. فكر وتعلم. العب. ارسم عيني. لا تشعر نفسك بالصمت فالصمت رهيب. الحب يصبح وجه الأجل بل انظر دوما إلى وجهك. فكر أن ترفع شأنك وتعلم ويكون كمال الأشياء. العب. لا تشعر نفسك بالعكس. فالحب ضعف. ابني لم أدم شيء. إني بصر. ابني حياة وابني أشياء تنفع. ارسم شجر. ارسم أزهارا وورودا واحفظ شكل الألوان. احفظ الألوان. الأحمر وردة والأخضر وردة شجرة. الأحمر وردة الأخضر وردة الشجرة الأزرق في السماء. الحب تشعر به ولكن لا تدرك معناه. هذا تحميه أسنانه وهذا يشتهر الجميع ولكن تؤلمه كل واحدة. الأبيض النور يسكن في السماء. السعادة موجودة والجمال موجود. التفاح الرئيس ارسم شجرة. لا يجب أن تفكر في الألم. العب ابني بيتا ابني كسرا رابط روس. النور
شفيت؟ يا الكتاب الجميل. أنا أريد إبليس. أين الولاية؟ على أي حال ليس هناك أنت. قل لي أين بناء إبليس حتى أختار الآخر. هذا هو بناؤه. ما رأيك فيه؟ هذا هو بناؤه؟ نعم. هذا هو بناؤه؟ نعم. أمتأكدين أن هذا هو بناؤه؟ نعم. إذا فهذا أجمل. هكذا أحكم. انتظر يا بني احتكم بالعدل. أقول لكم الصدق، لا هذا أجمل ولا هذا أجمل، ولو كنت بينكم نفسا لبنيت قصرا أجمل من هذا وذاك. من؟ أنت. أجل أنت. هل لك اعتراض؟ لا طبعا. أنا قلت أنت كشفت داوي. لا أعرف لماذا لا أصدقك. أشعر في كلامك ببعض السخرية. أنا أذكر وجهته عليه مش بجد هذا أبدا. قالوا أن نصدقك أمام هذا الضوء ومعسول الكلام. إذا علي أن أذهب الآن. لا. أريد أن أعطي نفسي قسطا من الراحة وأهيئ نفسي لاجتماع اليوم. تمام. أيوه. لم يخبرك يونيس. أنا لم شيء. سنجتمع اليوم عندما نسمع النداء. أي نداء؟ نداء الساعة. سيقوله دنيا أعلى مكان في السماء. دنيا. أجل. حسن. ثم ماذا؟ هذا إبليس. ماذا يخبرني؟ ماذا يخبرني كنيس؟ أنت تقول أن الاجتماع وقت ليلة. لماذا لم يأتي ويخبرني؟ حتى هذا ليس مبررا. لماذا لم يأتي ويخبرني؟ نعم. ولكن طبعا هناك شيء يمنعه. ولكني الآن أخبرك. ألا يكفيك هذا؟ اليوم نجتمع إلى إبليس. ستأتي إلى إبليس. وليس كذلك. وأنت المفروض علي أن أتي أم لا؟ هل هناك أحد من المدينة لم يحضر؟ لو كنت تعتبروني حقا واحدا منكم لما سألتني هذا السؤال فلو سألتني مرتبعي عليها أن أحضر. إبليس أنا لم أقل نفسي. فقط أردت أن شفيت. لا عليك. لا عليك. يبدو أنني أخطأت. أنا يجب أن أسألك سؤالا مستهلا. شفيت. لا تقل لا تقل شيئا. هيا اذهب وانطلق وافعل ما تشاء. أما أنا سأذهب إليك أتفضل في الاجتماع. يجب أن تأتي إبليس. فتبحث عني. لماذا؟ سنجتمع اليوم. أنت شفيت. أليس كذلك؟ تعرف متى سيكون الاجتماع؟ هذا الكلام. نتقابل مثل في المساء. أتعرف لماذا سنجتمع؟ أيوة. هل هي هذا؟ ستعرف عندما تحضر الاجتماع. لا يمكن أن أعرف الآن. يمكن. إذا كنيدس. ماذا لم نصبح أصدقاء؟ ماذا تضع بين الفصل بيني وبينك؟ لا توجد بيننا فواصل. أنا أحبك وأعتقد. متى إذا لم نصبح أصدقاء؟ ربما لا نتحدث سويا سوى مرات العمل. لم يعرف كلانا الآخر ما دخل. لماذا لم تحاول أن تعرف؟ حاولت صديقي. حاولت كثيرا ذلك. ولا زلت أحاول. أريد أن أعرف. أتمنى أن أدخل في رأسي وأقرأ ما في عينك وأعرف فيما تفكر. لو كنت سألتني كنت سأقول لك ربما كان هذا هو الخطأ. لماذا لم أسألك أنت أنني واثق من أنك ستكون صادقا؟ هكذا دائما المخلوق
أشعر أن صفقة المستقبل بها نقطة سوداء. أيمكن لكل هذه الساعات التي يمتلكها الآن الهدوء؟ ذلك عندما كنت ماشي في الطريق عرفت أن الصعود إلى القمة أمر شاق جدا، وبعد الوصول إليها لا تجد مكانا آخر تصل إليه. المكان الوحيد الذي يمكن أن تصل إليه هو الخاء. أنا ليلة جئت في قمة السعادة وتخطيت كل أسوار الحزن ووصلت إلى قمتها. وماذا؟ أنا لم يأسف. أخشى أن اجعل لنفسك كلمة وحاول أن تسعى إليها. هل تريد أن تعرف لماذا سيجتمع اليوم؟ لماذا؟ ستعمر الأرض بمخلوق جديد. خلوق جديد؟ نعم، لا أفهم شيء. مخلوق لم يخلق بعد، سيخلق من الأرض ثم يبعث فيها ليعمره. اجعل هذا المخلوق قيمتك، حاول أن تحبه يا إبليس وأن تجعله هذه الأرض الخاربة الناتنة التي لا يوجد بها سوى جماد سوف يخلق منها بينما أنت تعصي أوامره. لماذا لم تسجد له يا إبليس؟ أسجد لمن؟ هذه القطعة الناتنة من الأرض. الروح التي نبت فيه من عليها حياة تعيش وتروح وتطير وتتألم. أي مخلوق هذا الذي يستحق أن تسجد له؟ أسجد له إبليس. أي مخلوق هذا الذي يستحق أن أدع رأسي تحت قدميه؟ كيف أعيش معه بعدها؟ كيف يبدو لي أن أنظر في عينيه؟ كلنا سيحتاج تصورات وسوف يكون. أنا خيرك. أنا هنا الآلية الأفضل منك. أنتم خلقتم هنا ولكنني جئت من الأرض، جئت من الموت والقتل والحرب. رفضتها جميعا لأنني تأكدت أن الحياة الشقاء قصدها جميلة ولا بد من وجود هناك من أعطاني إياه. أنا هنا الآلية أستحق أن أكون هنا ولكنك هنا لكي تؤمر فقط. أنت هنا لأنك لا تعرف مكان الخير. أنا سعيد بهذا لأني أعرف وأعرف صراحة لست يهدي وتخطط في كل شيء ولا أدري لست كيف تدافع عن الحياة وأنت تتمنى أن تكون بمخلوق جديد تريد أن تحمل بعضي أنت الآن أكثر جهلا من قوم قتلوا جعلوا دماء أنهارا رجل واحد منهم أنا لم يعلموا إلا مصر. أين تقمة؟ أين تقمة كنيدس بعد أن أمر تبادل في وقتي؟ كنيدس أنا قلت لقد تركني. ولماذا تتجاهلني؟ ماذا تعملني هكذا؟ ولما تستطيع أنني لست هذه الحقائق. الذي فعلته اليوم هو أكبر خطيئة يمكن أن يرتكبها. ليس لك سلطة أن تحكمني. أنا لا أحكم لكن يجب أن تفهم. اسمعني جيد. اذهب أنت من حيث جئت واسكت لمن تشاء. أين أعلم منك عجبا عظيما دائما تتأكد بها والعظمة وكأنك نصوها منظم إلى هذا العالم، ولكن وأنت تسجد اليوم رأيت أن هذه الهلة العظيمة التي تحيط بها نفسك ليست سوى عبث، شيء مصطنع خلقته أنت، بينما الحقيقة هي أنك مظلم ونورك ليس سوى مادة خلقت منها ثم ملكست وانقطعت. إبليس لا أريد منك أن تقصد تكلمني أحيانا تقول شيئا لكني أريد أن تعلم أنني لم أخلق. أريدك أن تعرف
أنني أحبه حبا عظيما، حبا قادرا على أن يجعل تلك الهامة العظيمة التي أحيط بها نفسي تنطفئ، حبا يجعلني أسكت. حضرت صغيرة وأنت في المكان، لكن دعني أخاطب المكان، أخاطب من كنت يوما عبد الله. الآن فرقك ذلك المكان خلد في ذاكرتي أبد الأسير، ودعني من كنت يوما ساكن يوما عصرت الضحكات والأفراح الصادقة ومن كان صادقا بالأمس وأصبح اليوم السيد الكاذبين. قد يأتي يوم أبعد مما أتخيل تقابل فيه بعد سباق يوم عظيم لا تعرفني قد أصبح إله جميل أو مخلوق من الشوارع، ولكنني سأذكرك بالوداعات، سأذكرك كيف كان هذا المخلوق الجميل أجمل من الحوريات. عرفت من الحرب عاطل سكر من عسل الفردوس، ما أنت أعظم من أحببت، أما يسجد حبك في قلبي لسجود الأرض إليك، يعرف أنك تعلم أني لا إني أتوسل مغفرتك، إني أتمنى من بارك أن يفتح سهم سينظر فيها إلى الموت. لن أفعل، لن أفعل. ليقتل كل نفس فيه وليبقى كذا أخلص، تبقى ذلك المغرور الأثيم. أتعلم أنك أنت الروح، أصبحت ليلة بلا روح. أتمنى أن أنا أثور، أتمنى أن أصرخ في وجهك، أتمنى أن أتلفظ ألفاظا تشفي ذلك الغاية المكتومة في نفسي، لكنني حتى غير قادر على فعل ذلك. أكبر من هؤلاء الذين لا مكان للقرى لديهم. يعلم مخلوقك هذا الإله في الأرض. يا المخلوق إني أنتظرك في الأرض. إبليس انتظرك في الأرض. كنت مع العرض المسرحي إبليس.
العرض المسرحي إبليس بطولة ضياء الدين، نادر يانوس، حسن البيري، مصطفى جمال، أسماء منتصر، منى حسان، ياسمين الجندي، بهاء محمد، مريم الخولي، شيماء المصري، ياسين مسدة، عمر محمد، محمد بدوي، أحمد عبد الحكيم، أحمد ربيع، محمد مجدي، أحمد الشوكر، محمد حوالي.